وانا برضو في جولتي لمعرض فنون في مدينتي لفت نظري الاعمال بتاع الفنانه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نتعرف على حضرتك. انا سوسن ما تعلي اسحاق. صوتك شويه عشان صوتك انا يوصل سوسن للناس. اسحاق انا سوسن اسحاق. اهلا بيك يا اهلا فنان. بحضرتك. حضرتك من سكان الرحاب ولا مدينتي؟ لا، مدينتي. مدينتي. ايوه. قولي لي يعني دي شغلتك الاساسيه ودراستي ولا احكي لي كده. لا. اه انا مش دي شغلتي الاساسيه، انا خريجه اداب انجليش، وشغلتي ان انا تيتشر اوف انجليش. بس انا من زمان وانا بحب اي حاجه فيها شغل الهاند ميد، ومن 4 سنين تقريبا ابتديت اتعرف على الشغل دوت، شغل الديكوباج على الخشب. فابتديت اتعرف عليه، ابتديت احبه، ابتديت اجرب في حاجات بسيطه واحده واحده، لقيت نفسي فيه، فابتديت ان انا ادوس اكتر، فابتديت اعمل حاجات كتير، ابتديت اطلع شويه برودكت. ما شاء الله، حاجات جميلة جدا جدا، فعلا شغل راقي جدا. قولي لي بنشتغل في الفن الجميل ده من امتى؟ ما انا بقول لحضرتك بقالي 4 سنين تقريبا. ده اسمه الديكوباج، بس انا بحب يبقى ليا طابع خاص شويه فيه، واللي بيعرفني فاهم يعني اكتر من حد. بتبسط لما يجي حد يقول لي لما بنشوف شغلك بنعرفك. طبعا دي يعني نماذج بسيطه لشغلي. انا عندي حاجات تانية، قطع كبيره، وعندي لوحات، وعندي حاجات اكتر من كده. بس طبعا عشان المساحه عندي شويه صغيره، فابتديت احط بعض الموديلز. يعني بحب التعتيق جدا، بحب التعتيق قوي، بحب الفيكتوريان ايج، عشان كده معظم شغلي تلاقي حضرتك فيه اللي هو الفينتج شويه يعني. فعلا بدون مجاملة أنا شايف إن شغل مميز جدا وحاجات راقية جدا. حضرتك قلتي لي إن علمت نفسك، معنى كده إن موضوع الديكوباج ده ممكن أي حد يتعلمه بسهولة ولا لازم يكون أكاديمي؟ لا طبعا مش لازم يكون اكاديمي، بس لازم يكون هو عنده التالنت، عنده الاستعداد، ويحبه. لان دخلت ناس كتير قوي بدافع ان يلا ما كله داخل، وبعد شويه ابتدوا ينسحبوا. يعني درجه ناس دخلت واشترت خامات وخدت كورسز وعملت حاجات، وبعد شويه نبص نلاقيهم بينسحبوا ويبتدوا يقولوا لا احنا بره، ويبتدوا يعرضوا الحاجات، الخامات والماتيريالز اللي دفعوا فيها كتير للبيع. فلازم يكون في حب، في استعداد، وان انا ابتدي اطور من نفسي يعني. بس يعني معنى كده ان حضرتك بتنصحي كل الناس ممكن تجمل بيتها بسهولة. دي ابسط حاجه. طبعا لو انا عندي التالنت ابتدي اجرب مع نفسي وابتدي اطلع. انا حلو خالص لما ابتدي اعمل تيش بوكس بسيطه مثلا، حاجه زي كده بتكون بسيطه. لو انا عندي الاستعداد احطها مثلا عندي اهي تيش بوكس اهي بسيطه خالص، الكوسترز بتاعتها اما احطها عندي في البيت، حتى لو انا مش عايزه اخد الموضوع بشكل تجاري، انا ممكن ازوق بيتي. يعني انا عامله في بيتي حاجات كتير خالص، اللي بيشوفها مش متخيل ان انا مثلا عاملاها. ابتديت ادوس في قطع كبيره مش هاممني، لان هي في بيتي فتطلع زي ما تطلع، فبالتالي جميله. يعني انا في مثلا قطعه مشهوره بيها شويه، كان عندي وحده مطبخ انا مش عايزاها، والمفروض انا بطلعها عشان بجدد مطبخ. خدتها مع نفسي كده وابتديت ادوس فيها واحده 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 لغايه ما طلعت انتيك تحفه جدا تحفه. اتنقلت من بدل ما انا بطلعها من المطبخ وان انا هستغنى عنها واطلعها باي سعر يلا اللي عايزها، اتنقلت لصالوني من كتر ما هي قد ايه طلعت حلوه، ومن كتر ما انا اتشجعت، ودي حاجه بتاعتي. فقصدي ان احنا ممكن بحاجات بسيطه جدا، مش لازم بالغالي يعني، نبتدي كبيجنرز ان احنا نقدر نجيب حاجات بسيطه ونبتدي نشتغل ونبتدي نحط في بيتنا. حضرتك دلوقتي قلت حاجة مهمة جدا، مش شرط ان احنا نجمل بيتنا بالغالي. انا عارف ان الحاجات دي اسعارها غالية جدا، شويه. مش كده؟ الهاند ميد عامه. طب احنا لما احنا نعملها بايدينا ونتعلم كده الوفر هيكون نسبته حوالي كام في المية؟ كتير كتير. كتير. ايه هو اه الاجمل من الوفره؟ ان انا لما ابقى حاطه حاجه في بيتي جميله، ويرجع حد يدخل لي يقول لي واو، او الحاجه دي جميله، او انا احس الكورنر اللي انا ظبطته في بيتي دوت ان انا اللي عاملاه بايديا وضفت جمال لبيتي باقل حاجه.
ده احلى من يعني من ان انا اروح اشتري حاجات غاليه. انت كلام حضرتك مظبوط، والفن ده شيء جميل وشيء بيسعدنا. حضرتك فنان وفاهم يعني. ده حاجة جميلة. حاجه صغيره ده كده حقيقة. طبعا، وبعدين بقى بتفرق في نفسيتنا جدا يعني. شوفي حضرتك، انا دايما بقول ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا عندنا موهبة ان احنا نقدر نعمل كل حاجة، بس المهم ان احنا نتجه احنا بنحب ايه عشان نتقن فيه ونعمله. احنا كلنا فنانين لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده. مميزنا طبعا بالظبط في كده. حاجة. فشكرا لحضرتك. انا فعلا سعدت بلقاء حضرتك وبحاجاتك الجميلة. ان شاء الله انا هذيع اللقاء ده على بيجي فنان من الرحاب وعلى قناة اليوتيوب، وانا سعدت بيكي وشكرا لحضرتك. ميرسي، انا اللي اتشرفت باللقاء دوت. شكرا ليك. شكرا. يعني الفرصه الحلوه دي ان انا اتاحت لي ان انا اقدر اسجل مع حضرتك. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم.